وبالتأكيد طبعا كان على راسهم الكابتن محمود الخطيب. قدامنا هون حسن حمدي رئيس النادي الاهلي موجود في المقصورة الرئيسية لاستاد المقاولين العرب، وهيستعد حكم المباراة لبداية المباراة. طاقم التحكيم النهاردة فهيم عمر هو حكم الساحة، مع المساعد الاول احمد ابو العلا والمساعد الثاني هاني مطر، واحنا مش متعودينها منه تماما، لان بالتأكيد في الوقت القادم قد ينضر النادي الاهلي ليس جمهور النادي الاهلي. اماميه المحاوله عند متعب، عدى من رامي صبري، عماد متعب، عماد يا احمد يا متعب، وما يكسرش اللي معاه متعب، والفنان متعب من اول المباراه يسجل الاول للنادي الاهلي. عماد متعب استغل واحده، تريكا قطع الكوره، رجعت لوليد سليمان، بينيه لعماد، عدى من رامي صبري، ابو جبل ما كانش متخيل الكوره لكن ما يخسرش اللي معاه متعب. اهي رجعت، وادي التمريره الاماميه من وليد سليمان، عماد قطم كويس لرامي صبري، هنا قله الخبره عند يونس، لكن عماد بقى صعب، ويا عماد يا متعب الاول لمصلحه الاهلي في الدقيقه الثانيه. اهي للكوره، ادي بقى رامي صبري لو كان حط رجله او لو كان شد عماد كان خد ضربه جزاء، لكن طبعا بالتاكيد معذور يونس، احمد يونس معذور لقله خبرته، ولكن محدش يغلط قدام عماد متعب، والفنان بيسجل الهدف. مباراه ما بين الاهلي وانبي من دون اهداف ومن دون ان يسجل كلا الفريقين. بينيه عبد الظاهر، سيد معوض تاكلينج، والكوره الخارج الملعب والضربه ركنيه لمصلحه انبي. وابو العلا واحمد فتحي، وعرضيه خطيره المره دي، وشريف اكرامي يمسك راسيه اسامه رجب. حلوه المحاوله، رامي صبري بيترقب، وشريف عبد الفضيل، ووليد يلعب قصيره لكن يطلع محمد صبحي، والكوره لضربه ركنيه لمصلحه النادي الاهلي. اخر مواجهه بين الفريقين في مسابقه الدوري المصري الممتاز والجمعه، لكن نبص الركنيه بتتلعب عاليه، يريحها شريف عبد الفضيل، لكن الكره الخارج ارض الملعب والضربه مرمى. فتحي يلعب كره على الارض عند وليد سليمان، بيرجع لفتحي، عرضيه حلوه، ويا ولد يا عماد يا متعب. هي دي بقى مواصفات الفيرود للي بيدور على سترايكر صريح. عماد متعب يقطع قبل رامي صبري، لكن الكره بتعلى عن مرمى ابو جبل والخارج ارض الملعب والضربه مرمى. ادي الاعاده وادي الكره، لكن مرت لخارج، واقف يلعب الضربه الحره لمصلحه نادي انبي. عاليه الكره من اسلام، راسيه يطلعها كويس جدا، ترجع يا ولد يا شعبان يا ولد. حلوه الكوره من محمد شعبان، بيسدد وبيخطف واحده لكن بتعلى عن العارضه والخارج ارض الملعب. ادي هنا بقى نبص كرباج شعبان، طلعها غالي وشعبان خد كرباج، لكن عليت عن مرمى شريف اكرامي، لكن شكلها حلو قوي يا شعبان، حلوه. ادي الاعاده وادي الكوره وادي الرأسية اللي طلعها غالي. بص بقى شعبان يا ولد على التسديدة، والله خطيرة، لكن طلعت لخارج ارض الملعب والضربة مرمى. تلت ساعة من البداية، كان خطأ لمصلحة خربوش او شريف عبد الفضيل. عالية الكورة، رامي صبري نزلت لمتعب، خدمته، متعب يهيأ، وتريكا مرة تانية، تريكا وابو جبل يمسك الكورة. حلوة المحاولة من ابو تريكا اللي بيسدد مرتين، الاولى بتخبط والتانية بتوصل سهلة عند ابو جبل. عبد الظاهر يلعب، لكن وائل جمعه مع الكره على الارض. وائل اماميه المحاوله، لكن مفيش اي حد. الاهلي في مواجهاته قدام انبي في الدوري، لكن نبص وليد، عدى وليد سليمان بيسدد، حلوه يا وليد يا سليمان، لكن على شمال ابو جبل، والكوره الخارج ارض الملعب والضربه مرمى لمصلحه انبي. حلوه المحاوله، ادي وليد سليمان، عدى وليد وسدد، المره دي لجأ لحل فردي، لكن الكوره على شمال ابو جبل جدا، وضغط كويس جدا من لاعيبه انبي على لعيبه الاهلي، لكن الانتشار احسن بالنسبه للاهلي. تريكا بيحاول واسامه رجب معاه، وايه بقى، هي ركله جزاء للاهلي، وانذار على اسامه رجب، انذار على اسامه رجب وركله جزاء للاهلي. محمد ابو تريكا جوه منطقه الجزاء وفيها ركله جزاء. اللقطه ايه دي يا كابتن زيزو، واللقطه ايه دي يا كابتن خالد، ودون في كشكولك يا كابتن تامر وقول لي ايه اللقطه دي فيها ايه. ادي الاعاده وادي تريكا مع اسامه رجب، ما اقدرش احدد، اتفقت اني ناسي النضاره، اتفقت مش هتكلم عن التحكيم تاني، لكن اللقطه دي بكامل
قراراتها عند الاستوديو التحليلي. ركلة جزاء للاهلي في الدقيقة 34 من احداث شوط اللقاء الاول. ابو تريكة جوه منطقة الجزاء في كرة مشتركة مع اسامة رجب بيحتسبها حكم المباراة ابو تريكة. وابو تريكة هو اللي هيسجل ولا هو اللي هيضيع؟ وابو جبل في مواجهة ابو تريكة 6 اهداف سجلها ابو تريكة في انبي. بيبحث ابو تريكة عن هدفه السابع، بالمناسبة هو اللي متصدر الهدافين في المواجهات المباشرة ما بين انبي والاهلي. تريكة وابو جبل وابو تريكة الثاني للاهلي. محمد ابو تريكة يسجل الثاني للاهلي في الدقيقة 35. يبقى الاهلي 2 انبي لا شيء. هو ابو تريكة بيسجل هدفه في الدوري المصري. وهنا قدامنا كده مانويل جوزيه يعني بيحيي ابو تريكة، واحمد فتحي بيسلم على تريكة، وده بالتاكيد يعتبر هدف هدية الميلاد بالنسبة لابو تريكة اللي اتم ربيعه الرابع والثلاثين. ابو تريكة بيركن على يمين ابو جبل اللي بيروح للزاوية الشمال، واحلى احتفال بعيد الميلاد لابو تريكة. هدية لعيبة الاهلي كانت في مواجهات شهر اكتوبر. ضربة حرة وعبد الله السعيد بيسدد. يا ولد يا ابو جبل، حلوة من عبد الله السعيد وحلوة من ابو جبل اللي بيتصدى للكرة بنجاح. ترجع المحاولة لانبي مرة تانية. شعبان يلعب كرة طويلة لكن فتحي يحجز قبل ما توصل عند عبد الظاهر. يغير اللعب لاقصى اليمين عند احمد فتحي. فتحي يهدى كده عند حسام غالي اللي عايز يسدد، لكن غالي يلعب حلوة عماد يسند وتسديده، لكن الكرة الخارج ارض الملعب. يا ولد يا غالي، يا ولد يا متعب، واحلى يا سعيد، لكن على يمين ابو جبل والخارج ارض الملعب والضربة مرمى. اكيد بعد الهدفين هيفكوا، وادي متعب هنا ما طمعش، وتسديدة السعيد كده خانته، لكن مرت على يمين ابو جبل والضربة مرمى. سيد عبد الحفيظ ومانويل وبيدرو ومش باين عليهم علامات اي حاجة، لكن وليد سليمان واقع على الارض. انشاء موسم متميز، والسنة دي بيكمل هذا الاداء المتميز وبينتظر نظرة من بوب برادلي ومن منتخب مصر. ادي البينية الحلوة والمحاولة، غلط كده ابو جبل وقلش، لكن اسامة رجب قبل عبد الله السعيد، لكن حلوة المحاولة اليسرى. ادي ارضية حلوة من ناصف ديفونيه يسند بدماغه يا ولد على الباكورد يا ولد، لكن ضربة حرة غير مباشرة وتسلل، لكن هدف حلو، هو هدف حلو وفكرته حلوة، لكن الباكورد كانت ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة النادي الاهلي. ادي الرأسية وادي الكرة الباكورد كده، لكن ضربة حرة غير مباشرة وتسلل. كان عبد الظاهر هو اللي عند ابو العلا. ترجع الكرة مرة تانية، اسلام عوض مع الكرة، اسلام يسلم من الشمال، ترجع مرة تانية عند ناصف، بيعدي ناصف، لعب البينية حلوة، ابو العلا يلعب بالعرض، خبطت جت في القائم وعبد الظاهر، والاول لمصلحة انبي، الاول لمصلحة انبي. يا ولد يا عبد الظاهر بيسجل الهدف الاول لانبي في مرمى النادي الاهلي. الكرة اتلعبت، خبطت وغيرت اتجاهها، خدعت شريف، جت في العارضة ورجعت، كمل عبد الظاهر سجل الهدف الاول لانبي. يا ولد ادي ابو العلا لعب الكوره، جت في وائل جمعه، صعب على شريف، رجعت عند عبد الظاهر اللي سدد في مرمى شريف اكرامي. بقى الهدف الاول لمصلحه نادي انبي في الدقيقه 50. تبدا المباراه كده تحلو، وادي الاعاده وادي الهدف، وادي ناصف وبينيه حلوه عند ابو العلا، وجت في رجل وائل جمعه، ردت من العارضه، سيد معوض حاول يغطي، لكن عبد الظاهر كان اسرع في التعامل. يمين انبي دلوقتي متميز، فتحي العرضيه حلوه بتعدي، تريكه بينيه حلوه، وعماد متعب، وبرافو يا احمد يا يونس، بيطلع الكوره قبل عماد متعب، رجلك عند وليد سليمان، بيحاولوا قدامه رامي صبري، عرضيه من وليد، ابو جبل بيسيب الكوره والضربه مرمى عند اسامه. انبي الشوط الثاني مختلف تماما، وعرضيه وشريف اكرامي تقع من ايده، والكوره الضربه ركنيه ولا ايه؟ الكرة ضربة جزاء ولا ايه؟ الكرة ضربة جزاء وانذار على شريف اكرامي. المباراة بتتغير وضربة جزاء على شريف اكرامي عالية من اسامة رجب. ونبص كده ادي الكرة، كمل يا مخرج، كمل اللقطة،
كمل اللقطة وضربة جزاء وانذار على شريف اكرامي لمصلحة نادي انبي. المباراة رجعت وفي 5 دقايق انبي مع مختار يقدر يرجع للمباراة وحلو يا جيم. ادي الاعادة وادي عالية ونبص بقى شريف اكرامي وقت منه كان معاه صبحي وتدخل عليه. وبرضه بقول لكم ناس النضارة في البيت. ركله جزاء اسلام عوض وشريف اكرامي 1 لواحد مواجهة ما بين الاثنين اسلام وشريف، واسلام بيسدد والبره الملعب والضربة مرمى. ولاعيبة الاهلي كده رايحين على فهيم عمر، لكن مباراة حلوة، مباراة ممتعة، مباراة انبي هيقدر يرجع فيها تاني للمباراة ولا الاهلي هيبقى له كلام تاني. ضربة مرمى وادي وائل جمعة كده بيهدي شريف اكرامي، وركلة الجزاء طلعت لخارج ارض الملعب. شريف كان طاير مع الكورة والكورة لضربة مرمى. ادي هنا اسلام عوض اتقدم، هو ركنها حلو لكن مرت بمحاذاة القائم الايمن. ولا يزال انبي وعادل مصطفى نزل زي ما بقول لكم عند ديفونيه، عدى ديفونيه، مر ديفونيه بيسدد. يا ولد يا ديفونيه، حلوة المحاولة من انبي والكورة عالية والخارج ارض الملعب. انقلاب في المباراة. ينقل اللعب على الارض. فتحي يلعب عند وليد سليمان اللي بيعدي، وليد سليمان يلعب واحدة طويلة، تريكا استلم، تريكا يرجع، وليد سليمان بيسدد، وليد سليمان جول الثالث للاهلي. ووليد يا سليمان بقى بيحط دانة مدفع، بيحط تسديدة قوية وبيسجل الثالث لمصلحة النادي الاهلي، والفرحة ترجع لمانويل جوزيه. وليد سليمان بدأ الهجمة عند تريكا، هي تريكا رجع وادي وليد سليمان يا ولد تخبط في العارضة وتدخل في المرمى، يبقى الثالث لمصلحة النادي الاهلي. ادي تريكا وادي وليد سليمان ردت من العارضة ودخلت في المرمى. وليد لعب واحدة عالية عند تريكا، استلم تريكا هدى كده، وادي حل من الحلول الفردية اللي كان على اسامة رجب. ادي هنا اسامة ودفعة كانت على وليد سليمان، عبد الظاهر عايز يعدي لكن قفل حسام غالي وحكم المباراة قال العب. ديفونيه فتح اللعبة في اليمين، محاولة شعبان والتاني الانبي، محمد شعبان يسجل التاني الانبي، راح انفراد صريح هو وشريف اكرامي، والتاني لمصلحة نادي انبي، محمد شعبان بيسجل التاني. ادي الكورة نبص حسام غالي وعبد الظاهر، وقف حسام وحاول وضغط كده مع عبد الظاهر، وصلت لأسامة رجب او ده ديفونيه والبينية، وادي شعبان يا ولد في مرمى شريف اكرامي بيسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي انبي. 82 دقيقة 3 الاهلي و2 انبي. وادي هنا شعبان، نبص بقى شعبان يا ولد حط لب، ممكن الاهلي يسجل الرابع، كل شيء وارد. لكن ادي عادل مصطفى بينيه حلوه، ناصف يلعب العرضيه، ناصف خطيره لكن يا ولد يا غالي وتسديده ردت المره دي يا ولد يا شريف يا اكرامي، وبرافو التغطيه لكن حلوه من عادل مصطفى. انبي بدأ يقرب من مرمى الاهلي دلوقتي والمباراه بتصعب على مانويل جوزيه. عادل مصطفى واقف على تنفيذ الركنيه، وفي تغيير للاهلي دلوقتي، هنشوف في تغيير. عماد متعب هو اللي هيخرج واللي هينزل هو محمد ناجي جدو، البديل السوبر زي ما اطلقت عليه المجلات العالميه لدوره الايجابي لما كان بينزل في افريقيا 2010 مع المنتخب المصري. متعب غادر ارض الملعب واللي نزل مكانه هو محمد ناجي جدو. جمهور الاهلي على اعصابه، والجهاز الفني لنادي انبي هو الثاني على اعصابه، ومشهور من رجال المباراه مفيش شك. حسام بيحجز على الكوره وجه كده عادل مصطفى بيحاول، لكن حسام عاشور لحد دلوقتي محجز. عادل مصطفى خدها وارضيه يا راجل لكن الكره مرت لخارج ارض الملعب والضربه مرمى. اهيا ارضيه عادل مصطفى ورأسيه عبد الظاهر، لكن الكره مرت لخارج الملعب.
عبد الظاهر هيقوم دلوقتي، ومانويل جوزيه بالتأكيد بيدور على 3 نقاط غالية. ضربة مرمى بتلعب عالية وصفارة من فهيم عمر. 3 نقاط غالية للنادي الأهلي أمام نادي إنبي.